السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير لكم دولمه بالخضر، وصفه جزائريه تقليديه معروفه ومليحه بزاف في هذا الشتاء والبرد، ويعني مليحه ثاني في رمضان في للضياف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبداو الوصفه نصليو عند النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واش نحتاج في الوصفه هذه؟ لا فارس عندي اللحم المفروم، عندي حوالي 400 غرام الكيلو تاع الخضر. عندي حبه بصله كبيره رحيتها مليح مليح، حبه طماطم كبيره ولا زوج متوسطين رحيتهم، وملعقه قهوه طماطم مصبره، شويه حمص، ملعقه كبيره روز غسلتها عمروها بومبي، وشويه ثوم شويه كزبر. وعندي هنا حبه بصله صغيره خليتها دي مخص وما رحيتهاش بزاف كما الاخرى، ليه باش الاخرى فيها الماء تطلق لي الماء في اللحم. دونك تاع اللحم درتها شويه خشينه. عندي هنا الخضر جريوات والبطاطا، زوج حبات جريوات وثلاث حبات بطاطا وبيضه والحمص. هذو اللي نحتاجهم في لي دو، يعني في لا فارس ولا صوص. المكونات كامل يعني وريتهم لكم. هنا عندي الخضر فرغتهم كامل، خليت غير ان مورسو تاع كورجيت ونص حبه بطاطا نوري لكم كيفاش تفرغوا هكذا بالليكونوم ولا بالموس. فرغوا مليح مليح، كردوا مليح مليح الحواشي. ليكونوم او يساعدكم خير من الموس. ضغطوا برك وقشروها من داخل. فوالا نديروا شويه ملح، ملحوها. الملح يمد لها بنه من بعد في الطياب باسكو صامته شويه الجريوات. مام البطاطا ندير لها شويه ملح هكذا. ثاني البطاطا فرغوها مليح، فرغوا لها القلب. تقدروا ديروا طماطم ولا فلفل ولا، بصح الجريوات والبطاطا يمشيو مليح مع بعضهم. حنا عندنا هنا الجريوات هذه الخضره فونسي، سورتو في الشتاء تولي خضره عمقه كما نقولوا، مش كما نتاع البلاد تلقاوها شويه كليغ. هنا نجي لافارس. عندي اللحم درت فيه شويه بصله، قطعتها قطع مربعات صغيره، المعدنوس، نزيد بيضه. فوالا بيضه تكون متوسطه الحجم ولا صغيره. سورتو اللحم انا عندي هنا 400 ولا 450 غرام. زدت ملعقه كبيره تاع روز بومب، يغسلوها برك وغسلوه مليح برك وديروها في اللحم. من بعد الملح، فلفل الكحل، شويه عكري باسكو انا لاصوص تاعي راح نديرها حمراء. دير شويه كزبر، ما درتش الكزبر ورق، درتو بودر. والكمون شويه مليح للحم. بالملعقه تاع التاي غير شويه قل من النص باسكو اللحم موش بزاف. نزيد شويه زيت نخلط المكونات هذه كامل مع بعضها مليح مليح. ونجيب الخضر نحشيها ولا عمروها مليح، وضغطوا مليح منا ومنا باش من بعد ما يخرج شويه اللحم. البطاطا ثاني كي تعودوا تعمروا فيها اضغطوا مليح مليح باش ما تخرج، ولا خفتوها لا تخرج هزوا شويه بيض ودهنوا اللحم من فوق باش ما يخرج لكمش كي تعودوا طيبوا فيها. حطيت الخضره بعد ما حشيتها على جنب، ونجيو هنا لاصوص. درت شويه زبده وشويه زيت ولا شويه سمن وشويه زيت اللي يحب سمن. البصله كما قلت لكم حبه كبيره ولا زوج متوسطين. تحب البصله بصح رحيوها مليح نتعود كلمه. انا عقبتها في لاشواغ بليزيوغ فوا حتى ولات باش هكذا كي لاصوص ما تجيكمش فيها داك الجقوف تاع البصله من بعد كي طيب. فوالا نقلي الثوم والبصله في هذا الزيت والزبده ونذبلهم مليح. فوالا واحد الخمس دقائق هكذا. من بعد نزيد الطماطم، ملعقه تاع قهوه معمره مليح طماطم مصبره وحبه كبيره. انا زدت الطماطم المصبره باسكو الطماطم تاع الحب مش حمرا مليح، مش كيصحى في الحموره. دوكا نحرك مليح. نزيد نفس التوابل اللي درتها في اللحم كما قلت لكم. كي عدت المرقه حمراء درت الفلفل الكحل والملح والعكري، الفلفل الاحمر الحلو. تقدروا تزيدوا شويه حار لا بغيتو، شويه كزبر وشويه كمون على الملعقه تاع تاي، نص برك يعني ما تكثروش. والحمص. واللي راح دير مرقه بيضاء ما ديرش ني طماطم ني الفلفل الاحمر، دير الفلفل الكحل والملح والقرفه اللي بغاو اللي حبيتو. دونك هنا نقفل برك، نحط برك المغط ونخليها تتقلى على نار ضعيفه واحد 10 دقائق. ومن بعد نمرق حوالي يطرى ما هكذاك، ما تكثروش الماء باش لاصوص من بعد نخليوها تعقد. انا هنا درت واحد الليطره ماء سخون لازم يكون غالي. وهنا نقفل كومبليتمون، نسكر لا كوكوت جميله سوباب، ونحسب للحمص واحد 20 دقيقه باسكو من بعد راه يزيد يكمل يطيب مع الخضر.
بصح كي ديروا 20 دقيقه يعني من حد ما تبدا تصفر لا سوباب. والخضره تاعي كاين اللي يحب يقليها، كاين اللي ما يحبش يقليها. انا ساعه نقليها ساعه ما نقليهاش، بصح كي تقليوها تجيب بن من اللي ما تتقلاش. سورتو البطاطا والجريوات شويه فاد ما فيهمش الكو. نقليوهم هكذا غابيد، ما تخليوهاش تحمر بزاف، شويه برك هكذا من الجهات كامل. فوالا كما راكم تشوفون. بعد نحطها في ورق ماس بابي سويتو. ومن بعد ما طاب لي الحمص 20 دقيقة خليتو، نحي دوكا الحلة كوكوت هاكم تشوفوا لاصوص كيف راهي. نحط الخضرة، حطوها كامل بالعقل. وكي تحطوها من بعد ما زيدوش تحركوها، خلاص الدولمة ما تحبش تتحرك. لا حركتوها حركوا الكوكوطة بكملها، هزوها من لي بواني وحركوا، يعني لا خفتوا لا تلصق ولا. شوفوا انا دوك نقص النار، نحط المغط ونخليها تطيب واحد النص ساعة من غير ما تقفلوا. ما ديروش لا سوباب المرة الثانية، غادا غطيوها برك وخليوها تطيب 30 دقيقة على نار ضعيفة شوية تحت المتوسط، وخليوها حتى 30 دقيقة يطيب بالخضر. وزيد تعقد لكم لاصوص وتجيكم كما راكم تشوفوا هنا في صحن التقديم. تجي ما شاء الله البنة والريحة تاعها برك. هذه الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وشهية طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.